باسم ائتلاف ضباط الشرطه. مساء الخير سياده النقيب. مساء الخير يا استاذ خيري. اهلا بحضرتك. نادي الضباط تحت التاسيس مش ائتلاف. انا اسف، هم مصرين على انهم يسموكوا ائتلاف الشرطه وانتوا اتغيرتوا خلاص، بقيتوا نادي الضباط تحت التاسيس، نادي ضباط الشرطه تحت التاسيس. كل حاجه بتتغير يا استاذ خيري، اشمعنى احنا مش هنتغير يعني؟ طيب قول لي حجم التغير ايه؟ يعني كيف ترى؟ انا عايز اتكلم يعني في الدقيقتين اللي مع حضرتك دول، اتفضل. لان احنا ما بنطلعش كل يوم. عايز اوصل رساله للناس كلها، للملايين اللي بتتفرج. اتفضل. اول حاجه كلامي لمعالي وزير الداخليه والساده القيادات، لحد امتى هنفضل ندفع الثمن وهندفع ثمن اخطاء غيرنا؟ لحد امتى هنفضل مرميين في النار في حاجات احنا مالناش ذنب فيها؟ احنا بنتزج في كل الصراعات السياسيه وغير السياسيه. مين المستفيد من كده؟ انا ما اعرفش. قرارات نظام بتنزل الناس مش راضيه عنها، انا اللي بتصدر في الوش، الناس ما بتشوفش غيري، الحكومه بتقلص دورها فيا انا. لحد امتى المسلسل الهزلي ده هيخلص؟ انا مش عارف. الناس كرهتنا. انا عندي 180 من زمايلي دفناهم بايدينا، ضحوا عشان البلد دي، نزلوا في نصاص الليل اتضربوا بالنار ما رجعوش بيوتهم تاني. نعم. مين اللي جه حق عيالهم اليتامى؟ مين؟ يعني في سياسات امنيه خاطئه شغاله، لسه انا بتزج في كل حاجه. انا اللي بشيل اخطاء النظام، انا اللي بتصدر في الوش، دم زمايلي راح ومحدش قال لنا شكرا، ومش عايزين نسمع كلمه شكرا، بس على الاقل حد يقول ان الناس دي ماتت عشان احنا لما بندفنهم وبنرجع بنبص على الحسره في عيون اولادنا وبيقولوا لنا ابهاتنا راحت ومحدش سمع عنهم. احنا اهالينا ذنبهم ايه؟ احنا بقينا ننزل دلوقتي مش عارفين احنا راجعين ولا لا. في سياسه امنيه خاطئه، لسه دفعنا الثمن والناس كرهتنا، واحنا بنقول لا كفايه، احنا مش عايزين نشتغل شغل سياسي تاني. احنا المفروض السيد الوزير يطلع، المفروض الساده القيادات، المفروض القياده السياسيه تطلع تتكلم. انتوا مش قادرين تحلوا امنيا، يبقى لازم تطلعوا تواجهوا الناس وتقولوا انا هحمي منشاتي بس، مش هقعد اجري ورا الناس في الشوارع. دي مش قصتي. الموج لما يعلى عليا المفروض ده الحل اللي يتقال. انا هقف قدام منشاتي، مش هسمع بحد ان هو يقتحمها. غير كده انا مش هقعد اجري عسكر وحراميه في الشوارع. انا بعدت عن الامن بسبب المشاكل دي نقطه. النقطه الثانيه، الساده النخب السياسيه اللي فلقونا طول النهار والليل في الفضائيات وكل يوم هيكله وتطهير. بقول لهم حضراتكم قبل ما تتكلموا عن الهيكله هيكلوا نفسكم الاول. مكه اضرب شعبها، وزاره الداخليه هتتطور على ايد اللي مرميين في الشوارع ليل نهار. عندنا اكتر من 35,000 ضابط شرطه واكتر من 170,000 امين وفرد. الناس دي فيهم كفاءات. عندنا الاف واخدين دكتوراه وماجستير في كل المجالات، كلهم مرميين في الشوارع ما بنستفدش بيهم. من هنا لازم الم الناس دي، عشان الوزاره على حافه الانهيار وكلنا مسؤولين عنها لو سبناها، من اصغر ضابط لاكبر ضابط. انا بطالب سياده الوزير لو سمحت حضرتك قول ان الحل الامني ما بقاش حل، الحل سياسي. الموج بيعلى علينا وبنموت في الشوارع واحنا مالناش ذنب. انا ما بقولكش ان احنا ملائكه يا استاذ خيري، مفيش حد ملائكه يا سياده النقيب، كلنا عندنا اخطائنا. نعم. بس اخطائي نتيجه للهزل السياسي اللي انا شايفه، المسرح والمعترك والسيرك اللي انا بقيت ضحيته. انا بقيت عامل زي الشخشيخه، اخطاء النظام تصدرني للناس، الناس ما بتلاقيش حد في النظام غيري. فهنعمل ايه بقى في النقطه دي؟ انا ما بقيتش عارف. سياده النقيب، ولازم صوتنا يتسمع قبل ما يتكلموا عن التطهير والهيكله والكلام اللي هو يعني انا مش عارف هو بيجيبوه منين وكانهم فقهاء امنيين قدام مثلا. قبل ما يتكلموا عن القصه دي وقت الازمه يطلعوا يحلوا لي. ده بيسمعوا بودانهم الناس بتقول احنا رايحين نحرق وزاره الداخليه، زي ما اليومين الجايين دول بيقولوا من بعض الفصائل احنا نازلين نحرق واخر يوم للوزاره وكلهم نايمين في بيوتهم محدش بيتكلم. ولا انتوا بتتكلموا بس لما الوزاره بتغلط وبتسنوا اسنانكم علينا؟ طب ما تطلعوا تواجهوا. عملت لي ايه وانا واقف بتضرب في الشارع؟ عملت ايه للناس اللي بتموت عندي؟ هتقول لي ما انت بتموت، اقول لك لا، ما انا مش معقول بموت اللي عندي عشان استعطفك. احنا عندنا 180 شهيد في سنتين، انهي وزاره داخليه في العالم قدمت كده يا استاذ خير؟ احنا بنعاني في الشوارع والقيادات بعيده عننا، ولكن لازم يسمعونا ولازم يعرفوا ان الحل الامني مش مشكله. انا ما برميش كلهم كله عليهم ماشي، انا عارف ان الظروف سيئه، انا عارف ان احنا في معترك، ولكن لازم يواجهوا الناس ويواجهوا القياده السياسيه ويقولوا الحل ما بقاش امني دلوقتي. مش لازم اضحي برجالتي كلهم في الشارع. اكيد شفنا اللي بيحصل في الشارع والهزل والمسرحيه المتكرره، والاعلام بسم الله ما شاء الله يعني ما يتوصاش علينا. لما حد يغلط الجهاز كله بيبقوا سفاحين، انما لما ضابط بيموت عندي زي اللي نزل من يومين ثلاثه ما كملش سنتين في الخدمه وراح ينقذ بنك اتضرب بالنار مالوش ديه، طلعوا اتكلموا وقعدوا يقولوا قناص العيون اتحبس، قناص العيون اتحبس. برضه نفس القصه، بنرجع نقول اصل بنتكلم في اللي عليك وما نجيبش اللي ليك. حد فكر يجيب طفل يتيم ابن ضابط استشهد عشان البلد؟ حد يعرف معاناه اهلنا ايه واحنا نازلين الصبح مش عارفين هنرجع ولا لا؟
حد يعرف دلوقتي نظره اهالينا لينا والناس في الشارع بقت تكرهنا في حاجات احنا مالناش دعوه بيها. انا مالي بقرارات دستوريه ومالي باعلانات ومالي بالكلام ده، انا عايز اشتغل امن. ارجوكوا الوزاره على حافه الانهيار، بس احنا مش هنسيبها. واي حد بيفكر يخترق وزاره الداخليه من اي نوع احنا مش هنسمح له. احنا لازم نطور وزارتنا بايدينا، ولازم تسمعونا احنا الاول. احنا هنحافظ على وزاره الداخليه دي لاخر يوم في عمرنا، ومش هنسمح انها تقع تحت اي مسمى حتى لو على جثثنا. احنا كده كده بنموت، يبقى نموت بشرف قدامها ونحميها احسن ما نموت وبيقولوا علينا خاينين. سيادة النقيب، يعني أنا أقدر كلامك جدا وبحترمه جدا جدا، لأنك موضوعي وأمين ونبرة الصدق واضحة جدا. علشان كده عايز أسألك، وأنا لا أناقش طلباتكم المشروعة اللي بتتكلم عنها طول الوقت وإبعادكم تماما عن المعترك السياسي والصراعات السياسية وحقكم في تأمين البلاد، ما بتشوفش إن اللي بيحصل النهاردة إحنا كشعب ملناش ذنب فيه؟ إغلاق الإقسام والإضراب والحديث عن عدم العمل ده بيدي فرصة للبلطجية وخلافه، ودوركم العظيم اللي انت بتتكلم عنه من الضباط الشرفاء اللي ما بيستجيبوش لإهدار دم هذا الشعب. محتاجينكم أكتر من أي وقت فات. أستاذ خيري، الشيخ شعراوي الله يرحمه قال اللي مش قادر يقول كلمة الحق ما يسقفش للباطل. نعم. واحنا على الحافة، ودلوقتي ما بقاش قدامنا وقت غير ان احنا نحمي الكيان ده، نحميه عشان نجيب حق الناس اللي ماتت عشانه. مفيش حاجة اسمها اضراب وبيعملوا اضراب عشان يوقفوا حال البلد. طب ما السياسة الامنية غلط. طب انا المفروض صوتي يتسمع باي شكل. نعم. المفروض الكبت اللي جوايا والانفجار لما الاقي كراهية من الناس بالشكل ده والاقيني بدفع فواتير غيري الغلط وانا ماليش ذنب، المفروض اعمل ايه؟ افضل مخروص طول عمري واموت واتهان ويتقال عليا خاين واسكت؟ ولا انا بني ادم قبل ما اكون ضابط شرطه ولازم صوتي يتسمع ولازم اقول لا اسمعوني؟ هنا نقطه نظام. انتوا ما سمعتوش ال 33,000 ضابط ولا ال 160,000 امين ولا حتى المجندين. احنا بنقف جنب بعض في الشارع، ما بيفرقش بين الرتب، احنا كلنا نسيج واحد. بنقف في مواجهه اخواتنا ليه؟ مين المستفيد بكده؟ انا ماليش دعوه بالمواضيع دي كلها، انا عايز اشتغل شغل الامن. انا عايز الراجل، يعني عايز الناس تبقى ماشيه في الشارع تقول ضابط الشرطه ده المفروض بيحميني، مش المفروض بيقف قدامي في قرارات انا ماليش دعوه بيها. هي دي اللي لازم اوصل له. فما ينفعش النهارده نقول امنع الناس دي كلها انها توصل صوتها. جربنا كل الوسائل ما حدش سمعنا، وما زلنا لغايه دلوقتي بنخسر. هيسمعونا امتى؟ وانتوا هتسمعونا امتى؟ والاعلام هيسمعنا امتى ويوضح حقيقتنا للناس؟ اتقال علينا سفاحين، وطول النهار والليل القنوات الفضائيه ماسكه سلخ ليل نهار وقتل الثوار ومش عارف الاعتداءات والسحل في الشوارع. احنا عندنا ضباط كل يوم بتتسحل، عندنا ضباط كل يوم بتموت، عندنا اكتر من 8,000 مصاب في وزاره الداخليه. مين يتكلم عنهم؟ انا مش بقول لك ان احنا يعني جهاز بسم الله ما لا، بس الجهاز دوت الغالبيه فيه شرفاء وعانوا، وهم اللي هينقذوا الوزاره من الايام الجايه اللي احنا فيها دي. ارجو ان كل الناس تسمعني، وارجو ان القياده السياسيه، وارجو ان وزير الداخليه يسمعني ويحس بينا، عشان احنا على الحبس ومش هنسيبها تقع الا على جثثنا، لان احنا بنحب البلد دي ودفنا زمايلنا ورجعنا قلنا هنكمل مكانهم، وفعلا احنا هنكمل مكانهم ومش هنسيبها تقع ولا هنسمح لاي حد ان هو يخشها. هتعملوا ايه الفتره الجايه يا سياده النقيب؟ احنا يعني العمل مش عارف اقول لحضرتك هنعمل ايه. انا ما فيش حاجه معينه في دماغي، ولكن زمايلي في كل حته محتقنين وعندهم كبت وصوتهم عايز يتسمع. نعم. فبيحصل انواع من الاضرابات، انواع من اللي هو عدم تنفيذ. انا بيقولوا احنا مش هنبقى في وش الناس. هو ايه اللي بيقولوا غلط زمايلي؟ الناس بتقول، الضباط بتقول هم والامناء والافراد والمجندين احنا مش عايزين نبقى في وش الناس، شغلني شغلانتي ماشي. انا مش هقفل ايه، بس ليه حق ان صوتي يتسمع واعمل وقفه واقول انا عايز 1 2 3. ما دام القيادات في ناحيه وانا في ناحيه، لا صوتي لازم يتسمع. هم يشركونا معاهم، احنا كلنا في ازمه وهم بيعانوا زينا بالظبط، بس هم بيشتغلوا بينا احنا، يبقى لازم صوتي يتسمع ولازم ما يجوش علينا قوي كده، لان الوزاره دلوقتي خلاص ما بقتش مستحمله وبقت عامله زي الشخيره في ايد اي حد. احنا غيرنا 5 وزراء في سنتين كاننا بنغير مدير فني لفريق كوره، ما بقيناش عارفين نمشي زي مين بالظبط. ولما تغير مدير فني معناه انك قاعد تتغلب طول الوقت. وده اللي انا باخده ان انا بخسر، انا على طول الخط. ولما مره كسبت الوزاره اللي فاتت برضه رجعت اخسر تاني. طب وبعدين؟ شالوا المدير الفني لما جبت جون بس. لحد امتى هيفضل صوتنا مش مسموع يا استاذ خير؟ ارجو ان الناس تتفهم ان احنا قلبنا على الوزاره واللي بيحصل اليومين دول عشان خايفين عليها انها تقع، وباذن الله مش هتقع باراده ال 180 شهيد من زمايلنا
اللي دفناهم وكانت وصيتهم لينا كملوا وقولوا للناس ان احنا متنا عشان عيالهم لما يطلعوا ما كانش ذنبهم ان ابهاتهم ضباط شرطه او امناء ولا عساكر، ما كانش ذنبهم كده، هم اللي بيدفعوا الثمن مش احنا، ومحدش بيفتكرهم الا بسطرين في الجورنال. بشكرك سيادة النقيب هشام صالح المتحدث الرسمي باسم نادي ضباط الشرطة. واضح الألم، واضح المرارة، واضح الانفجار، واضح الغضب، واضح الطرش.